بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض الحواوشي المصري. طبعا الحواوشي ده مصر مشهورة بيه، من الاكلات زي الكشري كده وزي المكرونة البشاميل. دي الحاجات يعني اكلات كده معينة مشهورة مصر بيها يعني. فهوريكم الحواوشي هيتعمل ازاي. احنا النهارده ان شاء الله هنعرف الحواوشي بالطريقة التقليدية. بعد كده هوريكم بقى انواع مختلفة من الحواوشي: حواوشي بالجبن، حواوشي بالكبدة، حواوشي بالبفتيك بالسجق، وكل حاجة وليها طريقة معينة في عمايلها ان شاء الله نتعرف عليها بعد كده. بنجيب بقى نص كيلو لحمة مفرومة قدها بصل، يعني نص لحمة نص بصل. بجيب وربع فلفل وربع طماطم، يعني الفلفل والطماطم نص مقدار البصل واللحمة. خلاص. بجيب بقى بعد كده بهارات. عندي دي بهارات حواوشي بجيبها من عند العطار جاهزة، او لو انتوا بتتعاملوا مع نوع معين من البهارات وحابينها استعملوها. بحط بقى البصل والطماطم الاول، انا عايزة اضربهم مع بعض في الكبة وانعمهم، وبعد كده بروح ضايفه لهم الفلفل. اول ما ينعموا كده بضيف لهم الفلفل بتاعنا. الفلفل انتوا ممكن تستعملوا فلفل رومي بس، او تستعملوا فلفل حار بس، او تستعملوا الاتنين مع بعض. انا هنا استعملت الاتنين عشان يبقى فيه توازن كده ما بين الحار والايه والعادي، يعني اللي بيحب ده هيقدر ياكله واللي بيحب ده هيقدر ياكله. خلاص بقى ضربتهم مع بعض ونعمتهم. هاجي اصفيهم في مصفى كبيرة زي كده، علشان هاخد التفل لوحده وهاخد المية بتاعت البصل لوحدها. باخد ده كده شكل التفل، ودي كده المية. نركنهم بقى على جنب. بجيب اللحمة، انتوا زي ما شايفين اللحمة عندي حمرة قوي، فانا ما كانش عندي دهن، فبديل الدهن ان انا حطيت معلقة من السمنة البلدي. وعلى فكرة هي بتدي طعم حلو قوي للحمة، يعني هي كمان بالاضافة ان هي بتزود نسبة الدسم شوية في اللحمة، هي بتديها طعم حلو قوي. لان لازم لحمة الحواوشي يبقى فيها نسبة من الدسم، يعني على الاقل 25% دسم. ده كده الحواوشي ده لازم يعني. باخد بقى بعد كده اللحمة وببتدي افرمها مع البصل والفلفل وانعمهم. في ناس بتقطع البصل والطماطم والفلفل والحاجات دي مكعبات صغيرة كده وبيقلبوها مع اللحمة. الاتنين حلوين زي الفل، بس طبعا كل واحد بيعمل الطريقة اللي بيفضلها واللي بيحبها، وانا بحبها تبقى عجينة زي كده. بحط لها ملح، وبحط لها معلقة كبيرة من بهارات الحواوشي الجاهزة، معلقة كبيرة حلوة كده. وبحط لها نص معلقة من الكمون، زيها نص معلقة من الفلفل الاسود، وربع معلقة من الكوبيبة الصيني المطحونة. بقلب كل ده مع بعضه لغاية ما بيبقى عندي زي عجينة كده. طبعا نقلب كويس قوي عشان ما تبقاش التوابل في حتة وحتة، لا، فنقلبها كويس قوي لغاية ما تبقى عجينة بالشكل ده. ده كده قوامها. طيب، يبقى كده عملنا الحشو. باجي بقى للمية بتاعة البصل، بحط عليها معلقة من الثوم البودر الجميل اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده، والبصل برضو اللي عملناه. عايزة اقول لكم ريحة البصل والثوم رهيبة بجد، انتوا لازم تعملوها لانها احلى من الجاهزة، احلى من اللي بنشتريها جاهزة بكتير. بحط معلقة من الثوم ومعلقة من البصل وشوية ملح وشوية حلوين كده من الزيت. بقلب كل ده مع بعضه لغاية ما التوابل كلها تدوب، وبيبقى كده عندي عصير البصل او السائل اللي هنستعمله. طيب باجي بقى بجيب العيش البلدي عادي خالص. ان شاء الله هبقى اعمل لكم برضو مرة الحواشي الاسكندراني اللي هو بالعجين. وببتدي بقى احشي اللحمة بتاعتي جوه العيش. في ناس بتحب اللحمة تكون كتير، يكون الرغيف مليان قوي، وفي بيحبها وسط. انا عن نفسي من الناس اللي بحبها وسط، يعني لان انا بحب طعم العيش بالطريقه اللي انتوا هتشوفوها دي، فبحب احس بطعم العيش واحس بطعم اللحمه برضه، فبحبها وسط زي ما انتوا شايفين كده. باجي بقى اجيب الخليط بتاعي ده وادهن بيه رغيف العيش بتاعنا. ادهن طبعا كل حته، لان عشان كل حته من العيش يبقى ليها طعم. بكون حاطه بقى طاسه على البوتاجاز مسخناها قوي، بحط فيها مسحه كده خفيفه من الزيت، ما كترش. وبعد كده بجيب الرغيف بتاعي على الناحيه المدهونه وبحطها، والطاسه سخنه، وبروح دهنه الناحيه التانية. يبقى انا عندي كده اصبح الرغيف مدهون بالسائل بتاعنا ده من الناحيتين، الوش والظهر. بسيبه بقى على نار متوسطه، ما بعليش النار لغايه ما بتحمر بالشكل ده كده، وبقلبها. لو علينا النار العيش هيتحرق
واللحمة هتبقى نية من جوه. فنخلي النار نار متوسطة، بنقلبهم بقى على الناحية التانية ونسيبهم لغاية ما بيحمروا معانا، وبكده اللحمة بتكون استوت. طيب ده شكله بقى بعد ما خلص. عايزة اقول لكم بقى الريحة والطعم تحفة، محدش هياكله وهيرميلك فتفوتة من العيش ده. العيش هيتاكل قبل اللحمة، يعني العيش ده نفسه باللي احنا عملنا فيه ده هيتاكل قبل اللحمة. هفتح لكم بقى رغيف. بصوا هو كان مقرمش من بره كده، وطبعا طري من جوه، وطعم العيش عايزه اقول لكم طعم العيش خطير بجد. ده كده الشكل بتاعه، طبعا خد لون وردي كده جميل. وبعد كده بصوا بقى من جوه، ادي اللحمه استوت، اللحمه بتاعتنا استوت زي الفل. وده كده من الوش، وده الظهر بتاعه احمر برضه، يبقى احمر عندي من الناحيتين. فجربوا الطريقه دي بجد مختلفه عن الطرق العاديه، هتخليكوا تاكلوا العيش بطعم حلو قوي، وفي نفس الوقت ريحته تحفه. لو كنتوا بقى وصلتوا لحد هنا من الفيديو، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه، وطبعا فعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني.